ازيكم يا حلوين؟ النهارده جايه اقول لكم على حاجات بسيطه هتخلي ستايل لبسكم احلى واشيك. والحاجات اللي انا هقولها دي انا عارفه ان في ناس ممكن تتفق معايا فيها وفي ناس ممكن تعترض، بس على العموم الكلام كل اللي انا هقوله ده من وجهه نظري. اتمنى ان انتوا تسمعوا الفيديو للاخر علشان بجد الحاجات الصغيره دي اللي انا هقولها هتحسوا انها هتفرق معاكم جدا، ومش هتغير لبسكم بس ال 180 درجه، هتغيروا 360 درجه. فيلا بينا نبتدي الفيديو. اول حاجه هقولها ليكوا وهي حاجه ملهاش علاقه باللبس خالص ولا ليها علاقه باي حاجه، حرفيا هي ليها علاقه بالنفس، وهي الثقه بالنفس. حرفيا كده بحس ان الواحد لو هو واثق في نفسه، لو حتى لابس بيجامه، لابس الوان ملخبطه على بعضها، مش عارفه رافع شعره وعامل ايه، طول ما هو واثق في نفسه بتحسوا كده وانتوا بتبصوا على الشخص ده من بعيد ان هو شيك، في حاجه كده تشدكوا. هو ايه اللي عامله وانتوا مش قادرين تعرفوا هي ايه. ممكن يكون لابس عادي جدا ومش لابس على الحاجه على الموضه او الترندي وكده. هو الموضوع كله ان هو بيكون واثق في نفسه، مش اكتر ولا اقل. حرفيا هو موضوع ثقه، واثق في نفسه. اكيد انتوا عندكم الصحاب او الاخوات ديت اللي هم ايه، بتحسوهم كده نازلين بالبيجامه عادي في الشارع مفيش اي مشكله، وواثقين في نفسهم جدا، وبتحسوا ان كل الناس هتتقلب عليهم من كتر ما هم واثقين في نفسهم. هو مش غرور خالص على فكره، لان فعلا الثقه بالنفس بتفرق بعيدا عن اي حاجه هنقولها. تاني حاجه بقى هتكلم عليها وهي الالوان. طبعا خلينا متفقين ان الالوان كلها حلوه، مفيش كلام ولا حد يقدر يعترض على حاجه زي كده. الالوان كلها مهما اتكلمت حلوه، بس لو احنا اتجهنا كده للالوان اللي هي النود كولر، حرفيا هتنقل اللبس في حته تانية خالص. بجد انتوا مش قادرين تتخيلوا ليه. مش انتوا دايما كده لما بتفتحوا بنترست كده بتشوفوا صور الفاشن والستايلات بتشدكوا، لان هم دايما معتمدين على النود كولر او الالوان اللي هي الهاديه، اللي هي الفواتح. زي ايه؟ زي مثلا الرمادي الفاتح، البيبي بينك، البلو، البنفسجي، الابيض. الدرجات دي كلها الفواتح بقى، من كل الدرجات، البنفسجي كمان الفاتح، كل الدرجات الفاتحه ديت بتحسوا انها كده حلوه وبتشدكوا، لان فعلا فيهم حاجه كده بتخلي فيه تناغم في الطقم وبتخليه كده ستايله حلو وشيك. الالوان دي بقى بيسموها ايه؟ الباستيل كولر، وبحسها كده دايما لايقه على بعضها مهما لون ايه اتحط على ايه. ثالث حاجه بقى هتكلم عليها النهارده وهي الماتيريال. حرفيا الماتيريال ممكن تغير الطقم مش 180 درجه، 360 درجه حرفيا، وملهاش علاقه خالص بان الطقم غالي او رخيص. هي الفكره في الشطاره، وان احنا بننقي القطعه او بنختار الحاجه تكون الماتيريال بتاعتها فعلا حلوه. لان الشطاره ان احنا ممكن نجيب حاجات رخيصه جدا بس الماتيريال بتاعتها حلوه جدا، مش شرط انها تكون غاليه. في الموضوع ملوش دخل خالص ان الحاجه تكون غاليه او رخيصه. اقول لكم مثلا لو نزلنا نشتري مثلا حاجه فيها فرو، فالفرو مثلا بتحسوا ان هو عامل كده موبر خفيف وكده، وممكن يكونوا انتوا اللي شايفينه، يعني مش شرط الناس هتيجي تفتش بقى فيكوا ايه اللي كذا، وانا عارفه الكومنتات اللي هتتكتب والكلام ده كله. بس لو انتوا لابسين الحاجه وانتوا واثقين في نفسها ان ما فيهاش حاجه، فتحسوا ان انتوا خلاص بقيتوا واثقين في نفسكم ان الحاجه طالعه بيرفكت. وكمان ابسط حاجه هقولها لكم اللي هي الليكرا. الليكرا ممكن كتير قوي بنتجه ليها ونجيبها، سواء بقى رخص سعرها غلوها ايا يكن، بس الليكرا مش حلوه فعلا. الليكرا بيبان فيها العرق بسهوله، القماشه مش مريحه، الشكل بتاعها كمان بتحسوه مش مريح، ملمسها مش مريح. احنا ممكن نستبدل الليكرا دي بحاجات القطن والكتان والصوف، وحرفيا بتفرق في الشكل وبتغير الطقم 180 درجه، لا قلنا 360 درجه. رابع حاجه هتكلم عليها النهارده وهي ان اللبس الضيق كله على بعض مش حلو، حتى لو كان موضه انا بقول لكم مش حلو حرفيا. يعني جربوا كده مثلا تلبسوا التيشيرت هو اوفر سايز والبنطلون هو الضيق، هتحسوا ان الستايل احلى مليون مره من ان التيشيرت يكون ضيق والبنطلون ضيق. والعكس برضو، جربوا تلبسوا مثلا تيشيرت ضيق والبنطلون اوفر سايز، هتحسوا ان الشكل احلى مليون مره. وكمان انا عارفه ان الاوفر سايز حلو كله على بعضه حتى لو كله واسع، بس في اوفر سايز عن اوفر سايز يفرق. يعني مش لازم البنات القصيره الاوفر سايز تلبس كله اوفر سايز بطريقه كبيره، فده هيبين القصرنا اكتر والكلام ده كله. طبعا الطوال يعني مش حابه احسدكم، انتوا طبعا بيليق عليكم كل حاجه. الكلام برضو ده ينطبق على اننا لو احنا رايحين مناسبه، يفضل يعني ان احنا ما نلبسش الحاجه مثلا لو بنات مش محجبات وكده، يفضل ان احنا نلبس مثلا الدريس او الستايل اللي احنا مختارينه للمناسبه ديت ان هو يكون مثلا مفتوح، مثلا الدريس مثلا قصير والتوب ويكون توب، لا مش حلو. يفضل مثلا يكون على الاقل مثلا لو من تحت قصير، التوب مثلا يبقى من هنا متغطي من ناحيه الايدين من ناحيه الكوع الكلام ده كله. ومش هقصد ان هو متغطي يبقى متغطي خالص، لا، ممكن يكون متغطي وممكن يكون شفاف، ممكن يكون فيه دانتيل، في حاجات طالعه ترند جدا لون الجسم ولون البشره، بس بتدي شكل احلى مليون مره. وعلى فكره الموضوع ملوش علاقه خالص ان احنا العرب والاديان والكلام ده كله خالص. انتوا لو دخلتوا على المواقع العالميه
هتلاقوها بتتكلم على الموضوع ده، ان الحاجات انها تخلي اللبس اشيك واحلى، وخصوصا لو رايحين مناسبه، هو ان انتوا تختاروا حاجه واحده على الاقل تكون مفتوحه، سواء ان هو يكون قصير، سواء يكون توب، سواء يكون فيه فتحه والباقي متغطي وكده. ده بيفرق في شكل الستايل بتاع الدريس او ايا يكن الستايل اللي انتم مختارين تروحوا بيه، وهتخليه شكله احلى مليون في المية. خامس حاجه واهم حاجه اعتقد بقى هتكلم عليها لو حتى كنا اتفقنا كلنا على الكلام اللي فات او لا، وهي الاكسسوارز. الاكسسوارز حرفيا بتغير الطقم مش 180 درجه، 360 درجه، ولو في حاجه اعلى من 360 هتكون هي انها فعلا بتغير في الطقم جدا وبتديله ستايل حلو جدا. ويفضل طبعا ان احنا نلبس الحاجه سيمبل اكتر وما يبقاش في زحمه وحاجات بقى كتير واوفر، لا نلبس حاجات بسيطه، مجرد مثلا حلق بسيط، سلسله بسيطه، سواء سلسلتين فوق بعض. ويفضل ان احنا مثلا هنلبس سلسلتين فوق بعض، واحده تكون قصيره والتانيه طويله وهكذا، لانها فعلا بتغير في الشكل وبتدي للطقم روح وشكل احلى. سادس بقى حاجه هقولها النهارده، انا عارفه انا طولت بس هقول لكم حاجه برده مهمه جدا، وهي ان احنا مش شرط ان احنا نجيب كل الحاجه اللي طالعه ترندي. يعني مثلا في 5 ستايلات السنه دي طالعه ترندي، هل لازم اجيبهم عشان ابقى كده ماشيه على الموضه؟ لا، احنا برده في الاول وفي الاخر بنلبس الحاجه اللي بتليق علينا. يعني مش شرط ان ال5 طالعين فاجيبهم، ممكن يكون في منهم حاجه واحده بس لايقه عليا فاجيبها، ممكن يكونش في حاجه خالص فما اجيبهاش، لان انا ممكن اعمل انا ستايل حلو ليا وما يكونش طالع ترندي، بس اللي يشوفني هيحس ان هو ايه ده، لا الشكل حلو احلى بكتير ما انا كنت جبت حاجه ترندي ومش لايقه عليا. فدايما مش نتجه للحاجات اللي طالعه موضه، علشان ساعات مش بتبقى حلوه علينا كلنا. وبمناسبه ان احنا بقى داخلين على الشتاء او دخلنا على الشتاء، هقول لكم على تريكايه بتحسوا انها فعلا تغير الطقم 180 درجه، وهي ان احنا دايما متعودين نلبس واحنا نازلين مثلا لو الجو ساقع قوي السويت شيرت على الجاكيت وشويه اكسسوارات وخلاص وننزل. لا، ليه مثلا ما نلبس السكارف؟ السكارف دلوقتي بقى حلو قوي ونقدر نعمل فيه ستايلات وبيدي روح للطقم. ونختار برده السكارف اللي احنا نجيبه يبقى فيه درجات اللي هي النوت كولر اللي انا قلت لكم عليها في اول الفيديو لو انتوا فاكرين، فهتخلي ستايل اللبس حلو وروش اكتر وشيك في نفس الوقت. اخر حاجه بقى هقولها لكم النهارده وهي الميك اب. الميك اب مش شرط ان احنا نحط اوفر ميك اب ونحط كل حاجه في الميك اب وان احنا لازم نكون متعلمين الميك اب كله، لا مش شرط. لو احنا بنعرف نحط ايلاينر نحط ايلاينر بس، مثلا الماسكارا، الفلاشر، الحاجات البسيطه دي. اما لو احنا مش عارفين فبلاش ان احنا نطلع شكلنا زي البلياتشو، بلاش. ففي بنات بتعرف تحط ميك اب تحط الميك اب زي ما هم حابين، في بنات ما بتعرفش، يفضل ان انتوا ما تحطوش اي حاجه، لان اكيد كلنا يعني مش بنعرف ندمج الفونديشن مع الكونتور والبلاشر والحاجات دي فبيطلع شكلنا غريب. فبلاش تجازفوا في حاجه زي كده، اتعلموا وابداوا طوروا في نفسكم، بعد كده حطوا الميك اب اللي انتوا حابينه كده. بس برده ده بيخلي وبيفرق في شكل اللبس، لو حاطين حاجات سيمبل وبسيطه بتخلي ان وشنا برده شكله حلو ولبسنا بيبان برده حلو وشكلنا بيطلع اشيك واحلى. وقبل ما انهي الفيديو عايزه اقول لكم بعيدا عن كل اللي قلته ده، ان هو طبعا هيغير لبسكم وهينقله نقله تانية جدا وهتطلعوا اشيك واحلى مليون في الميه، هي الثقه بالنفس. الثقه بالنفس، الثقه بالنفس، الثقه بالنفس، الثقه بالنفس. مش محتاجه اقول لكم تاني، خليكم واثقين في نفسكم مهما كان، وصدقوني شكلكم هيطلع احلى كده كده. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس الاشعارات علشان تشوفوني الفيديو اللي جاي. باي باي.